السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غنشارك معكم حوتة بالخضار في الفرن مع الرز بفلفلة وبلح البحر أو كما كنعرفوا الجميع بوزروق. كنتمنى أنكم تتبعوا المراحل وطريقة التحضير. غنحتاج الحوتة نضيف اللحسة بالنسبة للنوع كيبقى اختياري. غنحتاج في الشرمولة ملعقة كبيرة خرقوم مع ملعقة كبيرة التحميرة أو البابريكا، ملعقة صغيرة اسفنجبير مع ملعقة كبيرة كمون، ثوم مفروم، الملح حسب الذوق والإبزار، عصير نصف ليمونة حامضة، 2 ملاعق كبيرة زيت الزيتون، زبون معدنوس مفرومين، غنخلط هاد العناصر ثم غنشرب الحوتة جيدا. غنحتاج جزر مقطع دوائر، فلفل حار وحامض، بطاطس مقطعة، فلفل أخضر والأحمر. غنضيف نصف كأس صغير من الماء إلى الشمرة المتبقية من السمك. غنخلط ثم غادي نشمر الخضار. من بعد ما شمرت الخضر غادي ندهن زيت الزيتون، ثم غادي نضيف الخضر. غنصطور بنفس الطريقة حتى كنسالي. غنوضع الحوتة فوق الخضر، ثم غادي نضيف طماطم مقطع دوائر، ثم الفلفلة، الفلفل الحار، حامض، الزيتون الأخضر.
على زيت الزيتون، وغادي ندخلو الحوت في الفرن ساخن من قبل بالنسبه للحراره تكون مهيله باش نديو الوقت الكافي للخضر والحوت يطيب مزيان. يمكن لكم تستعملوا بغطية ألمنيوم. كاسوره فوق النار، غنضيف مقدار ملعقه كبيره زيت الزيتون، نصف بصله مقطعه صغيره، فلفله خضراء والحمراء مقطعه صغيره، غنشطح الكل، ثم غنضيف الرز بلاصي. بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه، ثم غادي نضيف الزبون مع المفرومين، بالنسبه للتوابل غنضيف الملح، الابزار والخرقوم. غنضيف الماء باش يطيب الرز، يمكن لكم اضافه الماء عند الحاجه. نجرة فوق النار، غنضيف مقدار ملعقه كبيره زيت الزيتون، بصله مقطعه صغيره، وزروق اللي منقي ومغسول جيدا. بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه. غنضيف ورق غاند او ورق زيت الناموسه، ثوم مفروم، القزبرون معدنوس مفرومين، الابزار، الخرقوم، السكنجبير، الخميره، الكمون والملح حسب الذوق. غنشحر الكل مزيان، من بعد ما تشحر الكل غنضيف 3 طماطم محكوكين، وانا غطيت النجرة. يمكن لكم تضيفوا الماء عند الحاجه. هذا الشكل ديال الرز من بعد ما طاب، ما تخليوش حتى كيتعشن. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. بالنسبه للرز كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ان هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.